بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله. جبت لكم اليوم وصفة البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. نبداو على بركة الله. أول حاجة نبدا اللهنة بلاصوص. اللهنة جبت الطماطم تكون حمراء شوية وقصيتها كما قاعدين تشوفوا دواور، تسمى هذه البصفة دائما نعتمدها انايا. درت لهنا 2 ريشات تاع رند، ودرت فصوص ثوم 3 فصوص ولا ديروا 4 كما حبيتوا، وقليل من الفلفل الاسود وقليل من الملح، وحطيت شويه زيت وحطيتها على النار طيب. غلقت عليها وخليها طيب على بعقلها. نرجع لهنا العجينه. انا لهنا درت 2 كيسان حليب رايب، تحبوا ديروا حليب نورمال ديروا، انا شي نديرها بحليب رايب باش تجيني خفيفه. ودرت لهنا 2 بيضات كاملين، وزوج ملاعق تاع خميره تاع الخبز، وزوج ملاعق تاع السكر. انا حندير كميه كبيره بزاف مع حجم عائلي. ودرت قليل من الملح كما قاعدين تشوفوا. وهنايا زدت نصف كأس زيت، سبب الكيله اللي كيلت بها بعد من قبل، ونخلط مليح مع بعض حتى يتجانس الخليط مع بعض. ونبدا نلوح لهنا في الفرينه. هذه العجينه ما نديروهاش يابسه، نديروها لازم تكون طريه، تكون تجي طريه احسن، قد ما تكون طريه تكون تجي خفيفه ومليحه. نخلطوها مليح ومن بعد كنغطوها ونخليوها تختمر مده هكاك ربع ساعه ولا. ونرجعوا لهنا لاصوص تاعنا. لهنا هاي بعد ما طابت درك كنحي هذوك الريشات تاع الرند ونرحيها. هذه الوصفه معتمده، كان اللي تحب تزيد لها الطماطم تاع المصبره انا مشتيهاش. نخليو لاصوص تبرد ونرجعوا للعجينه تاعنا. لهنا هاي بعد ما طلعت نديكازيها، نحيلها هذاك كما نقولوا حنايا طلوع هذاك، ومن بعد نحط قليل من النشا كما قاعدين تشوفوا، ونهبطها ونعجنها شويه. ولهنا نحطها نحكم نجيب سنيوه ندير فيها شويه زيت ونرشها شويه فرينه بتمشي لي العجينه، ونحطها وندهن يدي شويه بزيت ونمشيها بتمشي لي. ولهنا نحط لاصوص بعد ما بردت خلاص نحطها فوقها، ومن بعد نزينها بشويه معدنوس وشويه زيتون اسود ونحطها طيب. هنا بعد هاي ما طابت نديرها شويه زيت زيتون من الفوق هكا، نصح باش تجينا بنينه وهي سخونه هكا. والنتيجه هكا قاعدين تشوفوا فيها بالهناء والشفاء. ما درتها تري سامبل، انا ما درت لها لا حتى حاجه زايده. هذه المعتمده تاع الطاس مال البيتزا عاديه، وتجي بنينه تجي تهبل وخفيفه تسخف، وتاكلوها بالمايونيز ولا بكريمه الجبن ولا كما حبيتوا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني في القناه وديروا لي شير ليصلكم كل جديد، وشكرا.